يلا شلون الرقص دي اساسا؟ إيه ما تخافوا من شيء، بس بدي منكم انت ابتسمت عظيم هيك وعرض تمك وبس. يلا كلكم سوا لحظة بس تعطيكم اياها. رزق الله. ايه ايه والله. يا حسن. حلو كثير. احمد انت مفتكر انه تمك فاتحه بس شوي مسكر. يلا افتح فمك يا اخي. ريلاكس ريلاكس. بعد وحده رجعتنا 20 سنه بعد واحدة يلا. بعد وحده بعد وحده. بعد وحده. هلا رح اعطيكم واحد غيره تطلعكم شوي. نبغى واحده بالباي يا مدام ماري. نبغى اوكي ونختم فيها الحلقه تطلع يعطيك العافيه مدام ميري تسلمي. اماني ثانك يو. لا خلينا نكملها سلمى معايا. ثانك يو. نكملها بعد الحلقه. زيزي ثانك يو. محمد عطيه ثانك يو. هيدي الهدية اللي هديتيني اياها ذكرى بعدها ببيتي. انت بتعرفي قديش بحبك وقديش انبسطت لما انت طلعتي وقفتي على المسرح وغنيتي مع الرحابني. انا مغير الاحوال فعلا الله يخليكم. خلوني اشوف الصوره هذه الان صوره وروني اياها. فعلا سبحان مغير الاحوال. كان يخاف من الكلب، جاب الان كلب اكبر منه وصار يعني ده تاني كلب. ده تاني كلب يبقى اشرح عندي. لنا يا محمد. هشرح لك. انا كنت بخاف من الكلاب لدرجه ان انا لو شفت كلب عرفت ان في كلب في الشارع اللي ورانا بلف من الشارع اللي وراهم. طب يعني ايش اللي خلاك رامبو؟ اللي خلاني رامبو ان كان واحده من صديقاتي نعم عايزه تعمل حركه لطيفه، ففي يوم عيد ميلادي جابت لي صندوق قالت لي ما تفتحوش غير لما امشي. يوم عيد ميلادي صندوق بيتهز قلت جايبه لي عصافير، يعني دماغي هتوديني فين؟ حاجه تتهز قلت جايبه لي عصافير وكيوت والحاجات دي. مشيت بفتح الصندوق لقيت كلب قد كده. انا شلت الكلب ده ورميته بره من كتر الخوف. قعد يعمل اصوات وبتاع. يهوهو يعني؟ مش هو كان لسه ما فيش صغير خالص. ده اللي قبل ده وولتر. اللي قبليه كان اسمه ميسي. انت تسميه ميسي؟ من كتر يعني بحب ظلمت الراجل. لا من كتر ما بحب اللي بيربي كلاب هيبقى عارف ان الكلب بيبقى اغلى عندك من اي حاجه في الدنيا. مظبوط. احلى تحيه لكم والله العظيم. انا من كتر انا ميسي بحبه. انا ميسي اكتر لاعب بحبه، ومن كتر ما بحبه سميت الكلب على اسمه. يعني مش اهانه ليه. الناس بتعتبر ان انا معك. الناس بتعتبر ان الكلب يعني انا اللي شفته من حب الكلاب ما لقيتهوش في اي بشر. صحيح. مستحيل. انسى لو ثبت طلع على الارض. حكم. والله. فقمت ميسي ده شلته ورميته بره من الخوف. لقيته بيعمل اصوات فتحت له وطلعت جاري على السرير. صحيت من النوم لقيته نايم في حضني. بس يا معلم خلاص وراح الفوبيا راحت الفوبيا. لان ده هيأذيني ازاي ده؟ وبعدين اكتشفت الموضوع بقى تطور معايا لدرجه ان انا بقت كلاب الشارع عارفاني. برجع باكلهم بنزل اكل كلاب الشارع بقوا عارفيني. يعني ارجع الكلاب تجري يعني بقيت بحب الكلاب جدا اكتر من اي حاجه يعني.
مبسوط.